السلام البنات، مرحبا بكم في ماشين داليا اورينتال. دونك اليوم بغيت نشارك معكم هاد النبته هادي ولا هاد الحبه اللي سميتها حبه الشيا، اللي وليت اون سمومون تناخذها بزاف وقلت بوركوا با. المهم كنت ديجا حطيتها في سناب شات فاميلي ديالي ولقيت عليها بزاف ديال لي كيسيون، حيت شاك فوا فاش كنديرها كنوريها لكم، وقلت بوركوا با نديرها لكم فيديو ونزيد نعرفكم عليها اكثر وشنو انا اكزاكت كنستعمل بها. دونك ديجا بالنسبه للناس اللي ما تعرفوش شنو هي هاد حبه الشيا هادي، راها دايره بحال حبه الكتان، يعني لا ميم فامي نفس العائله ديالهم. حتى هذه كتطلق، حيت اللي كيعرفوا هذيك ديال الكتان كتطلق هذاك لو جيل ديالها فاش كتفزكيها في الماء. حتى هذه سي لا ميم شوز، وما عرفتش شنو لا ديفيرونس بيناتهم. المهم اون توكا كو جو سي هذه انا هي اللي وليت كنستعمل دابا بزاف في الماكله ديالي، ومهمه بزاف ديال الحوايج. الوغ هاد النبته هذه هي كتجي من المكسيك، معروفه. المهم هي عندهم تما فين كتنبت بزاف، ومعروفه عندهم واحد العصير كيحمقوا عليه تما في المكسيك، كيطحنوا هاد النبته هذه كيديروا مع الماء والحامض والسكر، وسميتها تشيا فريسكا. دونك عندهم هاد العصير هذا تقليدي بالنسبه ليهم، هاد النبته تشيا هذه. المهم بلا ما نطول عليكم، المهم هاد النبته هذه هي غنيه بالالياف، الالياف اللي مزيانه لنا لو كور ديالنا، اوميغا 3 بالنسبه للناس اللي ما تياكلوش لي فيجيتاريان اللي ما تياكلوش الحوت وداكشي، هذه راه مزيانه لهم بزاف 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 هاد النبته هذه، والكالسيوم بيان سور. دونك وحتى الناس المريض السكر، انا بعدا فكرت خصني نديها الوالده ديالي، السكر ديالها ديما طالع. هذه بالنسبه لكاع المريض السكر اللي كيطلع لهم بزاف مزيانه لهم. اون فيت هاد لو جيل هذا تيبقى صعيب باش تيتهضم لنا في الجسم ديالنا، لان هاد لو جيل هذا تيخليك تتشبعي، المعده ديالك تتشبع، ما تيخليكش فيك الجوع. بالنسبه للناس اللي كياكلوا بزاف راه مزيانه لهم ياكلوها هذه، ما كتخليهمش ياكلوا بزاف، كتشبع لهم المعده. دونك هاد لو جيل كما قلت لكم تيبقى في المعده ديالنا حتى كيولي، حتى كيبقى فاش يبقى في المعده ديالنا شنو كيدير هذا الجل؟ كيمتص السكر اللي في الدم ديالنا. يعني بالنسبه للناس اللي عندهم السكر طالع راه تينقص لهم السكر، كيمصوا لهم، وبزاف ديال الحوايج كديرها لنا. وحتى بالنسبه للناس اللي كيطيبوا دي فوا صاغيب كو كتبغي طيبي وما تيكونش عندك البيض، ايوا كديري معلقه وحده من هاد النبته وجوج معالق ديال الماء، كتخليها بحال هكا، وهي راه كتعوض لك البيض الا ما عندكش، باش ديري الكيكه ديالك على الحدقات. ومهم بزاف ديال الحوايج. وحتى بالنسبه للناس اللي كيديروا الريجيم، اللي كيديروا سبور، يعني فيها وتا التجميل. اون سمومون الزيوتات ديالها ولاو كيديروها تدخلوها في التجميل، ولاو كيديروا بها بزاف ديال الحوايج، وهي كترطب الوجه غزال كتخليه. وحتى الناس اللي عندهم مشاكل في الصفوريه ديال العينين وداك الشيء، حيت راه داك الشيء منقص من اوميغا 3، دونك هذه كتعوض لك بزاف ديال الحوايج. وحتى لديك الجلد اللي عندك امراض الجلديه تتحاول تحيدهم منك، وبزاف ديال الحوايج. الوغ وبالنسبه حاجه وحده اللي غادي نقول لكم، اللي بالنسبه للناس اللي ما ياخذوهاش، انا كنصحكم باللي الناس اللي فيهم الحساسيه من هاد البذور ولا من الحبات ولا من العطريه وداك الشيء، حيت كاينين الناس اللي فيهم هكا ديال اللي فيهم هاد الحساسيه هذه، من الاحسن ما تاخذوهاش حتى تسولوا الطبيب ديالكم، وزعما ما كاينلاش ديروا هاد لو ريسك هذا وتاخذوها. وبالنسبه للناس اللي بغاو ياخذوها وعجباتهم، ما تكثروش منها، لان الا كثرتوا منها راه ماشي مزيان، حيت تاخذوا غير معلقه واحده في النهار من الاحسن. يعني كل نهار تاخذوا معلقه، ما ديباسوش بحال هكا تاخذوا 3 معالق في النهار، لا ما تاخذوهاش، حيت هي غادي داك الا خديتوا منها بزاف غادي دير لكم لي غاز بزاف في كرشكم بيان سور. دونك انا نوريكم كيفاش انا كنستعملها. هذه دابا اون سمومون صافي بريسك ان موا وليت كنستعملها، باسكو كانت هضرات ليا عليها اختي الكبيره وقالت لي بلي زوينه، هي كتديرها في الخبز، كتديرها في الشلاضه، كديرها بزاف د الحوايج، حيت راه ماشي غير هكا، تقدروا زعما تستعملوها في كلشي، حتى في الطحين تعوضكم الطحين، طحنوها ديروها مع بزاف ديال الحوايج، سواء تفزقوها بحال هذا الشكل هذا، سواء تطحنوها ولا تخليوها هكا مع الخبز. انا شنو كندير؟ الحاجه اللي كتحمقني كنديرها بها، يعني ديما كنقطع، تندير سلطه دو فروي هكا، كنقطع ديما لي فروي اللي عندي، و كندير شويه معلقه كنديرها معلقه نتاع هاد الحبه الشيا، وكنخليها تبزق كما كتشوفوا. ها هي ولات جيل، معرفتش ها هي ولات جيل. ابخي تو سامبلومون كنشدها وتنلوحها على هادشي. و دي فوا كنزيد شويه السكر. دونك السكر اللي كنوتيليزي ديما كنوتيليزي هاد لو سكر، هذا السكر البني
كنزيد هكا شويه ديال السكر وابخي صافي كندير كلشي وكنبدا كناكلها. هي راه ما فيها لا ما كتحسش بلوغو ديالها، ما فيهاش الريحه يعني ماشي فيها شي نكهه، ما كتحسش بالنكهه خايبه بالعكس. اي فوالا دونك ابخي عاد قررت باش نصغب الزيت ديالها. دونك باش نصغب الزيت ديالها غادي ناخذ واحد شويه ديال نتاع حبه الشيا ونديرها في القرعه وغادي نزيد عليها الزيت البلديه، حيت سوفون هاد البذور اللي كتكون قهويه ولا اللي كتكون هكا في الشكل ديالها من الاحسن ديروا الزيت البلديه، ما كاينلاش ديروا الزيت الروميه. ونزيد عليها ونخليها 15 جوغ وابخي نوريها لكم ان شاء الله في دي زوطخ اسيوس وصفات اخرى ديال البوتي. الوغ كنتمنى تكون هاد الوصفه هذه عجباتكم، وبالنسبه للبنات اللي خداهم الفضول وعجبهم يزيدوا يكتشفوا هاد النبته ديال الشيه هذه. راه كلشي في انترنت يعني تضربوا تكتبوا الشيه سواء بالعربيه سواء بالفرنسي. كتكتب هكا هي الشيه، المهم سميتها الشيه وكاين اللي كيقول لها تشيه، ما عرفتش منين جايه ديك التشيه مي هكا كتكتبوها وغادي يطلع لكم كاع المعلومات عليها. يعني غادي تقراو ولا طابيو غير في يوتيوب ديروا الشيه راه غادي يخرج لكم عليها بزاف ديال الوصفات وشنو داكشي الزوين فيها وشنو اللي ما زوينش فيها. ايوا كنتمنى تكون عجبتكم، ولا كنتو ديجا كتعرفوها نيزيتي با تقولوها لي في كومونتير، ولا ما كنتوش كتعرفوها وعرفتوها وعجبتكم نيزيتي با اوسي دو بارطاجي لا فيديو. سلام.